احتياطي مصري من الذهب واحتلالها المركز ال17 عالميا. في السنين اللي فاتت البنك المركزي المصري اشتغل بهدوء وذكاء عشان يقوي احتياطي البلد من الذهب، واللي هو جزء مهم جدا من الاحتياط النقدي المصري. وفي بداية 2025 حصلت مفاجأة كبيرة، ومصر وصلت لمستويات غير مسبوقة من احتياطي الذهب، وده اللي خلى اسمها يتقال ضمن أكبر الدول اللي عندها ذهب في العالم. السؤال هنا، يعني ايه احتياطي نقدي من الذهب؟ ببساطة كده، الاحتياطي النقدي هو الفلوس اللي الدولة بتخزنها كأمان وقت الأزمات، والذهب تحديدا هو أهم وأأمن حاجة في الاحتياطي، لأنه دايما ليه قيمة ومش بيتأثر بسهولة بأسعار الدولار أو أي عملة تانية. يعني كل ما مصر يكون عندها ذهب أكتر، كل ما اقتصادها يبقى واقف على أرض صلبة. كمان في 2025 احتياطي الذهب عند البنك المركزي المصري زاد بشكل كبير جدا، ووصل لمستويات عمرها ما حصلت قبل كده، وده خلى قيمة الذهب في الاحتياطي وصلت لأكتر من 12 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا مقارنة بالسنين اللي قبلها. الجميل كمان ان مصر بقت في المرتبة ال17 على مستوى العالم من ناحية حجم احتياطي الذهب، وده انجاز مش بسيط خصوصا في وقت العالم كله مليان صراعات اقتصادية وغير اقتصادية. احتياطي الذهب عند البنك المركزي المصري كمل في الصعود التدريجي طول السنة من بداية 2025 ولحد نهاية سبتمبر وصل ل 4141 مليون أونصة، مقارنة ب 4079 مليون أونصة بس في ديسمبر 2024. يعني زاد حوالي 62,000 أونصة في 9 شهور. وعلى حسب بيانات البنك المركزي الزيادة حصلت تدريجيا على مدار السنة. يعني في يناير 2025 الاحتياطي وصل ل 4095 مليون أونصة، وفي فبراير وصل ل 4113 مليون أونصة، يعني بزيادة 18,000 أونصة. وفي مارس الاحتياطي وصل ل 4124 مليون أونصة، يعني بزيادة حوالي 11,000 أونصة. خليني أقول لك إن الزيادة دي مش مجرد أرقام وخلاص، دي معناها إن مصر بقت عندها شبكة أمان اقتصادية أقوى. يعني لو حصلت أي أزمة عالمية أو تقلبات في أسعار الدولار، الذهب اللي عندنا يقدر يساند الاقتصاد ويخلي الوضع ثابت بشكل مطمئن. كمان ده بيخلي المستثمرين من بره يحسوا إن مصر بلد آمنة ومستقرة ماليا، وده بيشجعهم يضخوا استثمارات أكتر. يعني اللي بيعمله البنك المركزي جزء من خطة طويلة عشان مصر تبقى عندها احتياطي قوي ومتنوع، مش بس دولارات لكن كمان ذهب ومعادن تانية. خليني اقول لك كمان ان كل ما الاحتياطي يزيد، كل ما الدولة تبقى قادرة تتحكم في الازمات وتدافع عن عملتها. باختصار، الذهب بقى سلاح مصر للاقتصاد الجديد، واللي بيحصل دلوقتي في احتياطي الذهب مش صدفة، لكنه نتيجة شغل سنين وتخطيط مدروس من البنك المركزي والدولة كلها. الاهتمام بالذهب كجزء اساسي من الاحتياطي النقدي بيثبت مكانة مصر اقتصاديا، وبيأكد اننا ماشيين على طريق الاستقرار. اللي حصل في 2025 مش